والنماس يا الطيبين الساس على العز يا روس تنامس فعايلها على العز يا ربعي هلا الصيت والنماس رجال تميز المواقف من اولها على العز والنماس يا طيبين الساس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم عبر قناة ذوي سعدون اليوتيوب برعاية صفحة ذوي سعدون الرسمي. نرحب بالشعراء كل من الشاعر عبد الله بالشحم وعبد الله بن نازل وسالم بن نزهان وحمود بن بهيشان، وأرحب في الشاعر محمد خلف الشقلبان والشاعر لافي مشلح والشاعر هابس المخلد. في البداية أحب أشكر الشاعر حمود المخلد على استضافته لنا في محله عساه عامر، وله غريبة على أهل المحل الكرم ولا يستغرب الجود من أهل الجود. وفي البداية اسمحوا لي أن أستاذن إخواني الشعار ونبدأ مع أبو ثامر. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا مرحبا. أبو ثامر، حاولت أني آخذ مقدمة للشعراء ولكن تعجز الكلمات وتعجز أن نختصر مسيرتكم في جمل. الساعة المباركة، ولكن العذر والسموح منكم. حياك الله. الساعة المباركة ولا صار منك قصور إن شاء الله. الله يطول لي عمرك. أبو ثامر، سم. بغينا طال عمرك منك قصيدة تبدأ فيها البرنامج وتكون إن شاء الله فاتحة خير. إن شاء الله إن شاء الله. يقول: هبت حبوب النود واهتز الخضر، وهلت من الزبلة هماليل السحاب، واستهدف الهداف وانجال الكدر في محكمات الصد، عن زيف السراب يا ناشد عني منيات البشر، مدام مقصودك سؤال خذ الجواب، علمك في لابتي واللي الفخر انا من الصعراء مطوعت الصعاب، اللي زعزعوا علي المسمى وينشهر الكل منا في طريزه، ما يهاب نمشي على الصابور والدم الحمر، وحنا على الطولات في شن الحلاب، عدونا يوم اللقى ماله نصر، ومشي تقدم الوقت يا حضرة الجناب، هذا الخبر انسان تفهم بالخبر، افهم جوابي تسمى مفهومك صواب. سلامتك. صح لسانك، صح لسانك يا ابو ثامر ولا قصرت. الحقيقة من مبدع إلى مبدع آخر. عبد الله بن نازل أبو فلاح، حنا سعيدين في وجودك معنا في هذه الجلسة، وما على كريم تشرب. نعم. طول عمرك. وحنا طال عمرك نبي من ابداعاتك وقصايدك الجزله، وقصايدك كلها جزله. الله يطول عمرك، انتم اللي يسمع واللي عندي حلاكم ترى. يا الله يطول عمرك. انا ماني بقدم من الربع اللي موجودين، انا شارك معكم مشاركه. الله يسلمك. والقصيده يقول: يا لوف قلبي لوف نبت الشفاشيف، لقام عصف والهبايب يلوف، يلا هل تالي خبار ولاية هلال بالصيف، ثم ثراها ويابسات حروفه، لو فلغرة بين القلوب والمواليف، اللي طرى له قام يصفق كفوفه، قلب حصل له من زمانه سواديف، ويطيع وقته لحكي منه ظروفه، لو ان وقت العبد جاله على كيف، ان كان كل فرصه ما تطروفه، حتى يشبها قليل التصاريف، ويصير كل ما بوقته كلوفه، هم اللجا بين الضلوع المهاديف، خافي خفا والمختفي من يشوفه، يلعنت ناس تنقل السبر والزيف، ويقطعت نفسه بكل شيء زهوفه، رجل ما يضحك لا في بيت الضيف، مات والله حي ما هو حسوفه، اللي حسوفه لا لفوله مناسيف، لعاتم بكل وقته معروفه، شجاع يروي يبلغ سلة السيف من فوق صفرا، للطراد معسوفه، للصاح ترهب على الخير وتخيف ودك معها كالنهار، أو تشوفه هذا الذي على كل التحاسيف، ما هو وقت مطبلين الدفوف. صح لسانك، صح لسانك يا أبو فلاح، وبيض الله وجهك على هالقصيدة. وما زلنا مع الإبداع أعزائي المشاهدين، ومن مبدع إلى مبدع آخر. سالم بن نزهان. أبو عبد الله، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والرضا والسرور. وحنا سعيدين في حضورك وتواجدك معنا. أنا أسعد. الله يطول لي عمرك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، نبي من إبداعاتك. يقول: يحق لي لا قلت أنا شخص محظوظ، لأني من اللي يحتمون الجهامة، من لابت يوم الوغى تارد الحوض، اليجا نهار فيه عج وعسامة، اليجا نهار فيه فارض
ومفروض تفرض وتدحر من تزايد إعرامه. دخيلهم ما هو على الحق معروض، يدله ويسلى ويهتني في منامه. قلته بربعي والحقيقة كما النوض، بربعي ذوي يسعدون مرفوع هامه. دعب المعنى وخوض البحر خوض، وغوص في بطنه 80 قامه. وانقى من اللولو مكان معروض، ولنقى غير اللي ثمين إغرامه. من نفس فكري ما بها بيت مقروض، والشاردة ما تهتني بالسلامة. ويحق لي لا قلت أنا شخص محظوظ، لأني من اللي يحتمون الجهامة. واختامها مسكن وكادي من الروض، خالطه ريح النفل والخزامة. تمت وصلوا عد من قوة مفروض على النبي إعداد وابلغ غمام. اللهم صل وسلم على محمد. صح لسانك يا ابو عبد الله، بيض الله وجهك على هالابيات الحقيقه الجزله. وجهك ابو ضاري. ابو نواف مساك الله بالخير. حيا الله معزبنا. يا مرحبا يا ابو نواف، وحنا سعيدين صراحه في وجودنا في محلك. بيض الله وجهك. الله يحييك. مساك الله بالخير ابو الله بالنور يا حلو. كيف الحال؟ طيب جالك طيب. طال عمرك. حنا من انتقلنا من جيل الى جيل اخر، والحقيقه انتم ولاهان واخواني الشعراء لافي بن جريده وهابس المخلد تمثلون الجيل الحديث، ونبغى طال عمرك توضحون لنا وللساده المشاهدين الجيل الجديد ومفردات الجيل الجديد من خلال طرحكم ومن خلال قصايدكم. والله على قولتهم القصايد كم انا بنطلع القصيده الحين. فيها على قولتهم مشاركه، ومن اسعد الله فات اني اشارك مع ابن عمي. يا هلا والله فيك يا ابو. يقول لا يا هاجس بالصدر غنى على بحر صخري مطلب خياري، عليت بيوت شعري تستجن على صفرة لها مليون طاري. يا وردها بلا سرج وعنه، ولا تشرب سواحل والغداري، عليها فكري وروحي تثنى كما لعب الزنوج بزنجباري. يا الله هلا. عليها فكري وروحي تثنى كما لعب الزنوج بزنجباري، على اللي في حشايا مستكنة كما ضرب الدفاع بطلقة ناري، على واقع بها الافكار جنة تناثر كالخرز من يد ساري، ولا يا عزتي لك يا المعنى اثاري كل يوم باهتماري، فلا نتبع كلام اللاش حنا ولا احد عن كلام اللاش داري. تعلمنا الشيء من سهلنا على العادات وفعل الطيب ضاري، درست بمدرسه من صغر سنه تجاربها بعلم النفس قارب. يا سلام صح لسانك وبيض الله وجهك وما قصرت يا ابو خلف. الشاعر لافي بن جريده مساك الله بالخير. ابو متعب بغينا طال عمرك قصيده تشاركنا فيها. يقول ماني على نقد الشواعير مجبور، امدح قصيد الناس واكسب جماله، القاف غير القاف والوزن مكسور، واقول يا شعار وش هالجزاله، لا ازعل ولد عمي ولا خسر جمهور، واشوفها عوجه ولا اقول هاله، اقف بحد امور وامشي امور، مهايط الشعار مالي وماله، من ذمني ولا مدح قلت مشكور، لجادله فيها ويكثر جداله، والعلم نور وصاحب العلم في نور، ومن لا سعى للنور عاش بجهاله، تلعب بهالافكار مع كل مطيور، يقول قالوا لي وما قيل قاله، لا فايده نصحك ولا يقبل الشور، يمشي الظلم ويدعي بالعداله. الله 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 صح لسانك يا ابو متعب. صح بدنك. مساك الله بالخير يا هابس. مساء النور يا مرحبا. ابو حمود نبيك تشاركنا. ابشر طال عمرك. الله يطول عمرك. يقول عليك يا وقتي عتاب ومشاريه، من واقع يطغى بزيف الحقايق، عديت لك شيء عجزنا نعديه، عديت لك شيء عجزنا نعديه، وعيون خلق الله عليه التهايق، اللي يبى اليمه غدا به مزديه، كبرت براسه وحقروها الخلايق، وقت عجب يد سيف ضاعت مباديه، شيء يلوق وشيء ما هو بلايق، وان كان تنشدني عن العلم دوكي هاك وتلقى للدلايل وثايق، الوقت هو الوقت لكن تواليه ما عاد هو مقرد الخلق طايب. الله الله صح لسانك يا ابو. نعود مره اخرى مع الابداع. الحقيقه
حاولت اني يعني اخذ من ابو ثامر بعض القصايد وافضل قصيده عن قصيده، لقيت كل ما اخذت قصيده الله يطول عمرك. القى قصيده افضل. من ذوقك هذا. ودخلت في هالدوامه وزريت اطلع منها. من ذوقك. لكن ما على كريم تشرط، وحنا نبي منك يا ابو ثامر تختار لنا قصيده. ان شاء الله ان شاء الله. يقول جزاء عيني نومها ما هنالها. الله انا طرح علي نهج نلعب فيه الرجال هذا. ابو خلف. نعم. جزاء عيني نومها ما هنالها، عافت لذيذ النوم مما طرالها. قمت اتذكر ما مضالي وغثني رفقة رفيج رفقته ما رسالها. يا كثر ربعي يوم انا بحزه ترخى كل بيرخص بحاله، وما لها كل منهم رفقته افتخر بها وقول هذا رفقته. ينحسالها توهقت يوم الوقت معطيني يرها مرهن على ناس وناس نفالها، وجابتني القدره وهاي في بي قدر. وحدث الحالي الجاريه اللي جرالها وجت حزت الشده وربعي ورفقتي تقول جاها زايل ثم زالها ما تنجت رفقات بيني وبينهم ولا تنجت شده، ولا جاء مجالها يقطعك رجل رفقته ما يصونها. اللي صار ما هو قد ما له مالها، اللي صار ما يعز رفقته مرافجه على الحاله تنهزل منه وبالها. من رافق الرفيج يرفع خملته وليضها دنه، الحمول ارتكالها ترى حزت الرفيج بالضيج. يا فتى من جم العد سد رجلالها والله الساعه كل بها بخص بصالحه، والناس بين الناس تصلح حوالها. يقول اللي شاف معاه وافتهم حتى يقول اللي شاف معاه وافتهم من رفقته ما شاف واحد صفالها حتى لو وصف ربوعه وعدهم البندق العوده خسر نقال. نعم صحيح. صح بيض الله وجهك يا ابو ثامر. من يقول عبد الله بن ناسل ابو فلاح. سم طامر. ابو فلاح فيه ملاحظه عليك. سم. لان ابو فلاح انت ابتعدت عن الغزل في الاونه الاخيره. حسب الرغبه. والله حسب الرغبه او حسب السر. علم انه هو الاحساس المرهف للغزل بالذات. نعم انا يعني يوم اني يعني اقرا قصايد ابو فلاح كان في فتره من الفترات كان الغزل هو اللي طاغي. نعم. الفتره القريبه يعني ما هي البعيده لكن القريبه صار فيه النصح. قصايد النصح هي اللي عاد ما ندري عاد هذا من السن من حكمه السن او ان الرجال او انه اخذ لا بعقبها اتجهوا للتوجد عاد الجارح صحيح اللي ما الحين عاد تبون نصيحه ولا تبون هذا نبي منك الحين نصيحه. ابشر. والغزل يجي دوره ان شاء الله. ابشر ما ابشر. يقول يا غافل احذر من زمانك والليالي تدور فيك. الله الوقت مالك فيه حيله تطيع على عصاك، ان كان ما حسبت وشرك بالزمان وش عليك. ترى الزمان اللي وطى غيرك بهالدنيا وطاك. يا سلام. واللي اعطاك الله لا تضحك بالضعوف ويبتليك. وتمر ما مروه بالدنيا وتاخذ به جزاك. واللي تسوي من فعولك بالعرب سووه فيك. واللي نسيته يوم يضحك لك زمانك ما نساك. واللي نسيته يوم يضحك لك زمانك ما نساك. يشين عقب العز من دنياك خليت ايديك، ما فيه ما ترجيه قدامك ولا شيء وراك. وتطيح بيدين البخيل وظالم ما يلد فيك. وتشوف جمل ما بعينك ما يصل رشاك. هكا النهار تعرف من يذكرك بالفعل ونسيك، وتشوف بالعين الحقيقة ويش صحك من خطاك. رفيقك اللي يوم شح الوقت لا ما شح فيك، اللي لا باعك باع الربع اللي جيته شراك. رفيقك اللي هاق اللي جيته اللي يفز فيك، اللي يدور من فعولك فيه اللي جيته رضاك. أثر الردي يبقى ردي لا تامنه يبور فيك، ولو حاجتك عنده يقدرها تعذر ما عطاك. والعذر يوم يتعذر منك يحاكب عليك، من دون لا ينفعك ذاك الله زادك في غثاك. الله يلعن حاجتي كان حدت عليك، اللي غسلت الوجه فيها عند ذاك وعند ذاك. الله الحاجة اللي حتى المحتاج والله ما يجيك، اللي على ضاقت من سببها لين جاك. الله صح لسانك يا صح لسانك. ابو عبد الله الحقيقة نقدر نقول ابو عبد الله انا تابعت قصايد ابو عبد الله في الاونه الاخيره. انت صرت تحرص على القصايد القصيره، يعني قصايد اللي فيها يعني زبده الموضوع، لب الموضوع تختصره في 5 أبيات او 7 أبيات. الثقافه هذه جتك من خلال يعني متابعتك ومن خلال منتدياتك او من خلال طرح الجمهور ومعرفه رده الجمهور وتواجدك الاعلامي. عرفت ان متذوق للشعر يحب ان يختصر القصيده، ولا هذا رغبه ابو عبد الله نفسه؟
والله سؤالك هذا من شقين، الشق الأول مثل ما قلت، والشق الثاني تغريدات تويتر هذه بدأت تحكرنا على بيتين وعلى ثلاثة، فاختصرنا الموضوع بالشيء هذا. سمعت؟ أما بالنسبة لقصيدة المشاركة، الشعر حبك وسبك معنى وترتيب، دايم وهو نبعه يجي بازديادي، صحيح يشكي باخر الوقت ويعيب على بعض ناس جهدها رمادي، شف فحل شعر يعرف المواجيب، ما شف اللي تايه الراي غادي، وانا هواي اللي اعتليت المراقيب، الشارده شفي وغاية مرادي، فكري يفيق مع الهواجيس ويغيب، وانفاق طوع عاصيات عنادي، واليمدح تمدح عدو العذاريب اللي تربع في علو أشدادي، ولا الردي ماني وله بصحيف بيني وما بين 80 وادي، وان جت من أدنى من الأسمع ولا أجيب صدمة إني سمعته ينادي، أخاف لا تفرح عليه الأجانيب لو من مثل حلال إبادي، وأخاف من شرهة رجال المواجيب، وابعد وراحت خاطري في ابتعاد. الله صح لسانك، صح لسانك يا ابو عبد الله، وبيض الله وجهك. ويا ليت يا ابو خلف تسمعنا من القصايد اللي فيها تجربه وفيها. يقول النفس لو تتبع هواها عذابها في كل شيء مسجل في كتابها. الله هل نمشي مع الايام ودورات الفلك بأمر الذي يحيى المزون وحيابها سبحان منه يحيي بل ما قدرته، يحيى الغصون اليابسه من ترابها المعتلي، رب الملا الملخفه بالسر ولا بالعلاني، درابها هو السميع الواحد الفرد الصمد يفرج عن الصدر المعنى، اصعابها وانا اليابان الدجا واظلمت عيني على سهر الليالي، عذابها حس بالكلمه قبل لا تنطلق من عظمه لساني، وانا ادرابها عن الرفيق ادمع خطايا زلته، لو انها في وسط حضني جابها والرجل فعل وقول لا بالشكل، لا في مظاهرها ولا في ثيابها، مسكين يلي كل كلمه هزته على القرايب ما له لا جاب. الله صح لسانك، صح لسانك يا ابو خلف. ابو متعب، نبغى منك قصيده طال عمرك، بما ان موجودين في الاعلام، وهذا من سعد حظنا انك موجود، وان شاء الله انه يكون الظهور الاعلامي الاول ان شاء الله ودوم ان شاء الله. الله يسلمك. يقول له هالزعل هذه سواتك بيمناك، وننت عن عقلك قبل هالسوايا، يا ما نصحتك عن مغبة نواياك، وقول بدلها بزين النوايا، لا شك ما طعت النصيحة وننهاك، تضحك وتلحق من نصحك الزرايا، تتبع سخيف الراي لأنه هرداك، وقفة عقب ضاقت عليك الزوايا، قمت تخبط عقب ما صابك رباك، تبت تدارك ما بقى من بقايا، مدركت في يمناك ولا بيسراك، وبيحت ما كنا الحشا من خفايا. الله صح لسانك طول عمرك. يقول يضيق صدر القصيد وتندبل تبده، لحس في ضيقة أكبر من أبياته، لوحة فحيح على المغني بيحت سده في حزة يستوي ضيقها، وشرهاته بحربها الهم من جزره اليامده ويسري، بحربها الهم من جزرها اليامده ويعوم في غبة التفكير مع ذاته لبعد مدى ياصله، وليا وصل حده تأسي على شاطئ الأحلام ضيقاته، يشرح على الوقت مدري طولة المدة، يشرح على الوقت مدري طولة المدة، ولا على الدرب يا مطول مسافاته، أعذب حروف القصايد لا حكى وده، ومرها حزت الضايق وساعات. الله صح لسانك. اخواني المشاهدين، في نهاية المطاف أحب أن أشكر الشعار وأشكركم على حسن المتابعة، وأشكر صفحة ذوي سعدون الرسمي، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على العز والنماس يا الطيبين الساس، على العز يا روس تنامس فعايلها، على العز يا ربعي هلا الصيت والنماس، رجال تميز المواقف من أولها. على العز والنماس يا طيبين الساس، على العز يا روس